السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة مع الحلقة الخامسة، والحلقة الأخيرة في الفصل الأول من كتاب ماي سيستم لإيرين نيمزوفيتش. الكتاب اللي بصراحة يعني اكتشفت إن هو معقد جدا وصعب جدا. والله عشان يعني أطلع لك ربع ساعة ولا تلت ساعة اللي أنت بتتفرج عليهم دلوقتي وأنت بتشرب كوباية الشاي ولا القهوة، أنا فعلا بتعب فيهم. فياريت يعني تحن عليا بلايك أو بكومنت حلو كده زيك، أو تشترك في القناة وتنورني يعني عشان ينزلك برضو الحلقات الجديدة. وأكيد ما تنساش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أي شيء. المهم، وصلنا للجزء السابع. طبعا في أجزاء قبل الجزء ده أنا مش شايف إن هو بيقول فيها حاجة مهمة أو مجرد إعادة للحاجات اللي إحنا أوريدي شرحناها. تعالوا نخش على الجديد والمهم. هنا هو بيقول كلام كتير قوي نيمزوفيتش، ملخصه يعني إنه بيقولك إنه اللاعب الهاوي أو اللاعب الصغير في السن زي ما هو وضحها يعني، أو زي ما هو حب يعبر بالطريقة ديت، بيبقى دايما عنده eagerness أو شغف أو حماس إن هو يقعد يدخل في side lines unimportant side lines، في تفريعات جانبية غير مطلوبة، مقابل بس إن هو إيه ياكل بيادق. يعني الخصم يعرض عليه بيدق أو عسكري، تضحية يعني ببيدق أو بعسكري، فهو إيه الحماس اللي جواه والشغف يخليه يجري ياكلها أو ياكل البيدق يعني المعروض عليه. وطبعا ده مش صح إلا في حالات معينة نيمزوفيتش بيقول ان هو هيشرحها بعدين. تعالوا ناخد اهم جمله بيقولها نيمزوفيتش في الجزئيه دي: never play to win a pawn. اوعى تلعب عشان تكسب بيدق. while بينما your development is yet unfinished، ان تطورك لسه مش مكتمل. to this there is but one exception، في استثناء واحد للحالة دي which we shall discuss later. احنا هنتكلم فيه بعدين يعني. هنا نيمزوفيتش بيقول لك ايه: We begin by showing the best manner of declining a gambit. هيوريك ازاي انت المفروض تعمل decline، يعني ترفض الجامبت اللي بيعرضه عليك الخصم بتاعك، وان ده هو الصح يعني. Which we can do very shortly since we have already considered some analogous cases. احنا يعني بيقول لك ان احنا already شرحنا حاجات زي كده، فاحنا هنختصر في الموضوع. In the center gambit after e4 e5. ثانية واحدة معلش عشان الصوت بس يبقى واضح. اوكي، e4 e5 d4 من اللاعب الابيض، ex d4 c3. بيقول لك بقى ايه: black can play على سبيل المثال knight f6 or any other developing move with the exception of course of bishop c5. ان هو يقدر يلعب اي نقله تطوريه عادي، ما فيش اي مشكله، بس ما يلعبش النقله دي. ولو تفتكر في الحلقه اللي فاتت قبلها على طول شرحنا او شرح نيمزوفيتش ليه النقله دي غلط في الوضعيه دي تحديدا. اوكي، ممكن ترجع للحلقه وتشوفها. اوكي، for instance في الوضع الحالي هو هيلعب n c6، بعدين cx d4 d5 مباشره ناحيه السنتر من اللاعب الاسود، or lastly even او يقدر ان هو في الوضع ده يلعب السي 6 بعدين سي اكس دي 4 دي 5. بص بقى هنا نيمزوفيتش بيقول لك ايه: it will now be noticed that the c pawn، السي بون اللي هو البون دوت، البون ده stands in logical connection with the center، ان هو متصل بشكل طبيعي مع ايه، مع السنتر اللي هو ايه، اللي هم الاربع مربعات دول. اوكي، بعدين بيرجع للوضعية دي تاني وبيقول لك if c6 اتلعبت في الوضع ده، بعدين بيكمل الأبيض بالكوين بي على الدي 4، black still plays أو يقدر يعني يلعب الدي 5، بعدين ex d5 cx d5 to be followed by nc6، يعني إن هو بيفتح المجال للحصان ده إن هو يجي في المربع ده فيما بعد يعني. بعدين بينتقل نيمزوفيتش لمثال تاني خالص. تعالوا نرجع من الأول خالص اللي هو الإيفانس جامبت. فبيقول لك إيه:
E4 عادي جدا، E5 من اللاعب الابيض، E4 E5، بعدين نايت على ال F3 يتبع بين نايت على C6 من الاسود، بعدين بيشوب C4. ده كده الافتتاح الايطالي بالنسبه للابيض، بس احنا هننتقل لتفريع تاني اسمه الايفانتس جامبت. بعدين بيلعب الاسود بيشوب C5، ثم هنا يلعب الابيض B4. ايه الفكره من B4؟ بص ركز كده، مين اللي حامي البيدق ده؟ ولا اي حد. في اي، انت شايف في اي قطعه حاميه البيدق ده؟ يعني الاسود دلوقتي لو كان البيدق ده، هل انا اقدر اكل الفيل؟ لا. فده اسمه جامبت او جامبيت، ان انا بعرض عليك بيدق يبان ان هو مجاني. بس خلينا نكمل. فبيقول لك بعد ما لعب الابيض البي 4، البيدق ده طالب ان هو ياكل الفيل. we decline the gambit with bishop c6. بيقول لك ان انت لو اسود في الوقت ده، انت لازم ترفض الجامبت ده. اوكي، لما كنت في الوضعيه دي ما تاكلش البيدق المجاني ده، المفروض انت ترجع هنا. اوكي، in order to avoid being driven around the board. بيقول لك ان انت بقى، بص بقى، ليه انت ما تاكلش البيدق ده؟ هو انت كده كده الفيل بتاعك مش هيتاكل، بس بيقول لك انك انت عشان تافويد، يعني تتجنب انك انت بالفيل الحلو العسل ده تاخد جولة في البورد. فبيقول لك ايه بقى؟ which would happen if we played البيشوب اكس بي اكس بي 4، اللي ممكن يحصل لما احنا ناكل البيدق ده، لان الابيض هيلعب ايه؟ سي 3. اديني الفيل بتاعك. black by playing البيشوب اكل على البي 4 has by no means lost a tempo. خسر تيمبو، خسر نقلة. بدل ما كان لو هو كان رجع بالبيشوب هنا، فيقدر مثلا بعد ما الابيض يلعب اي حاجة ينتشر مثلا بالحصان بتاعه، يخرج بالكوين او ايا كان. لا، انت لما كلت البيدق في الوضعية دي انت خسرت تيمبو، ان انت مضطر انك تحرك القطعة دي مرة تانية. وده عكس مبادئ الافتتاح اللي قال لنا عليها نينزوفيتش في الحلقات الأولانية. اوكي، وبالتالي انت البيدق البريء ده لا ثواني، وبالتالي انت البيدق البريء ده انت مش هتاكله عشان هو مش مجانا. طيب تعالى بقى نكمل. فبيقول لك ايه بقى نينزوفيتش، وركز عشان الكلام اللي جاي ده مهم جدا. since the move b4، النقلة دي البيدق اللي جه على البي 4 مهدد الفيل، which white was able to throw it in gratis without playing being able in the meanwhile to develop a piece. بيقولك انه الابيض ادى الاسود نقلة مجانية، اوكي، علشان ياخد عليه تيمبو او عشان يمنعه من ان هو ينتشر بقطعة تانية. was in the sense of development، هي بالنسبة للتطور عند اللاعب الأبيض، أوكي، unproductive، غير فعالة، غير منتجة. unproductive as every pawn، كل بيدق must be in the nature of things، لازم أن يكون ليه نقلة طبيعية مفهومة. if it does not bear a logical connection with the center، إن هو لو البيدق اللي بيتلعب ده مش بيتوصل مع السنتر، فلازم أن يكون في مكان طبيعي. اوكي، لما هنشرح الحته اللي جايه دي هتفهم اكتر ايه المقصود بالجزئيه دي. اوكي، طب احنا قلنا ان احنا مش هناكل وهنتراجع بالفيل على البي 5. بص بقى هنا بيقول لك ايه، سوري، بنتراجع على البيشوب بالبيشوب بتاعنا على البي 6 كاسود. الابيض هيلعب ايه في الوقت ده؟ بي 5، بيزق البيدق بتاعه تاني، يطلب الحصان to make a virtue of necessity and attempt something of demobilizing effect with our ill-motivated b-pawn move. بيقول لك انه انا لما انا كأبيض لما لعبت النقلة دي طالب الفيل، انت كأسود ما كنتش لاعب هاوي زي ما نمزوفيتش شرح لك في اول الحلقة دي، وما جريتش ورا البيدق وكلته. انا البيدق مكانه هنا بقى غير منطقي، هو مش متصل مع السنتر ومش بيعمل حاجة. فانا كأبيض مضطر ان انا ازق البيدق ده كمان مرة عشان استفيد بشيء واطلب الحصان بتاعك. اوكي، الحصان يروح فين؟ على الدي 4.
and now بيقول لك وفي الوقت ده الابيض بيلعب knight بياكل في الاي 5 then queen g5 من اللاعب الاسود with a strong attack. بيقول لك ان الاسود هنا في وضعية افضل. strong attack يعني عنده هجوم قوي، وضعه على الرقعة افضل من اللاعب الابيض. كل ده ليه بقى؟ ارجع، عشان انت رفضت تاخد البدء المجاني وتراجعت خطوة لورا. اي لاعب في الوضع ده، انا عارف ان انت ممكن تقولي طب ما هو مش شرط ان هو يلعب حاجة ممكن مثلا يلعب اي نقلة تانية، يلعب مثلا هنا. اوكي، بس خد بالك ان البدء دلوقتي مش محمي، انت ممكن تاخده مجانا، ده على سبيل المثال. اوكي، لكن في الطبيعي اي واحد في الوضع ده او اي واحد فاهم شطرنج، نيمزوفيتش نفسه، مش انا اللي بقول لك، نيمزوفيتش اللي بيقول لك ان هو هيزق البدء تاني، لانه البدء هنا ما بيعملش حاجه، فهو هيحاول يكسب تيمبو او هيحاول يعمل بيه حاجه. لا انت كده بعد ما هو لعب الحصان هنا اكل مثلا بدء ببلاش، فانت جيت بالكوين بتاعك هنا، انت كاسود وضعك افضل. الخلاصه ان نيمزوفيتش بيقول له حضرتك ما تجريش ورا البيادق المجانيه، وفكر ازاي تقدر تستفيد في تحسين وضعيتك. ارجع هنا بيقول لك never play to win a pawn while your development is yet unfinished. اوعى تجري تاكل بيضة وانت انتشارك لسه ما اكتملش. تمام، ندخل بقى على الجزئيه اللي بعدها من ايرون نيمزوفيتش. فبيقول لك ايه بقى؟ the beginner should decline the king's gambit. اللاعب المبتدئ في الشطرنج لازم ان هو يرفض الكينجز جامبت. طيب ايه هو الكينجز جامبت عفوا؟ E4 E5، بعدين الابيض بيلعب الاف 4، البيدق بتاع الاف يتقدم خطوتين مباشره على الاف 4، بيسمح للاعب الاسود ان هو ياكل البيدق بتاعه مجانا. لاحظ ان البيدق ده مش محمي باي حاجه، يعني عشان الابيض لو هو مثلا الاسود اكل عشان يعمل له ريكابتشر، لازم ان هو يفتح الاول للفيل مثلا على سبيل المثال، وبعدين يقدر ان هو ياكله. فالبيدق ده دلوقتي يعتبر مجاني من الابيض، ومع ذلك نيمزوفيتش بيقول لك ما تاكلش البيدق ده. زي ما شرحنا في اول الحلقه، ما ينفعش ان انت خاصه في الافتتاح تجري تاكل بيادق الا لو اللعبه مدروسه. فهنا بيقول لك افضل نقله ليك ان انت تلعب البيشوب على السي 5 تكمل الانتشار بتاعك، او بيقول لك انك انت ممكن تلعب في الوضع ده الدي 6 a move which is better than its reputation. بيقول لك ان النقله ديت احسن من سمعتها. يعني انا ما فهمتش قوي يقصد ايه، بس تقريبا يقصد مثلا ان النقله دي مش واخده سمعه قويه في الوضعيه ديت، ومع ذلك ان هو شايف ان هي تعتبر نقله قويه. يعني عشان كده بيقول لك it's which is better than its reputation، هي افضل من سمعتها. اوكي، هيرجع تاني وهيشرح. فبيقول لك بالنسبه للمثال ده for instance E4 E5 بعدين F4 ماشي. اوكي، لعبت الدي 6، بعدين بيلعب الابيض نايت F3، اسود بيلعب نايت سي 6 بيكمل الانتشار بتاعه، بيشوب سي 4، بعدين بيشوب على الاي لا ثواني بيشوب هنا، بيشوب على الاي 6. افتر بيشوب ياكل على الاي 6. اوكي، بيلعب الاف، بيبدأ الاف هياكل على الاي 6، بعدين الاف هيكون على الاي 5، بعدين الدي اكس اي 5. اوكي، تم التبادل، تم التكسير. بيقول لك ايه بقى؟ بلاك، ركز عشان الكلام ده مهم. بلاك has good development in two open files for his rocks. بيقول لك ان البلاك الاسود في الوضعيه دي has good development، تطور جيد، وعنده two open files. يقصد بيهم التو فايلز دول طبعا هم مش open files، هم سيبي open files، اللي هم مش يعني العمود مش فاضي بالكامل، ولكن يعتبر العمودين دول مفتوحين بالنسبه للاسود. فبيقول لك اللي هم الدي فايل والاف فايل، فايل الدي وفايل الاف. and in spite of his double bones، بيقول لك بالرغم من ان هو عنده اتنين يعني بدائين هنا راكبين. اوكي،
stands better. هو شايف ان الاسود في الوضع ده افضل من الابيض. if after bishop e7 bishop e6 bishop b5. طيب خلينا بقى نرجع هنا عشان هو بيدينا مثال لوضعيه فاتت من شويه. بيقول لك لو بقى في الوضع ده خلاص عدينا الوضع اللي احنا لسه شارحينه، في الوضع ده الابيض مثلا لعب البيشوب هنا، فبيقول لك ان بكل بساطه ممكن الاسود يرجع بالبيشوب بتاعه هنا، يقدر ان هو يماثل الشكل. يعني انت بتهاجم الحصان بتاعي فانا مثلا بحمي الحصان بتاعي، وبالتالي هو الاسود لسه محافظ على القوام البيدقي بتاعه او السنتر بتاعه. بيقول لك for since white has wondered about with his bishop. بيقول لك ان الابيض عمال يلف في الرقعه بالفيل الابيض بتاعه. black may do likewise. يقدر الاسود يعمل زيه، يعني زي ما هو جه من هنا لهنا يقدر الاسود يرجع مره تانية يحمي الحصان بتاعه، والاسود ما عندوش مشكله. بعدين بيجي نيمزوفيتش هنا ويدينا مثال تاني مختلف عن المثال ده خالص. بيقول لك ايه بقى؟ the student الطالب اللي هو احنا should notice particularly that after e4 e5 f4 d6 knight على f3 knight على ال c6 بعدين اوكي نايت سي 3 ده تفريع مختلف عن التفريع اللي فات. اوكي نايت على السي 3 اتلعب بعدها نايت على الاف 6 من اللاعب الاسود، بعدين هنا بيشوب اي 2. ركز عشان نيمزوفيتش هنا بيخالف القاعده اللي هو لسه شرحها لك من شويه لما قال لك ما تجريش ورا البيضه المجاني ده وتاكله. بس هو بيقول لك انه في اللاين ده الموضوع مختلف، بس بيقول لك انه في اللاين ده تحديدا مش بشكل عام. يعني لو الابيض لعب النقلات دي تحديدا بيقول لك انه هنا في الوضع ده تقدر تاكل البيضه ex f4 is possible and then الابيض بيلعب مثلا d3 بتلعب له انت الدي 5. بعدين بيقول لك بقى ايه this is timely surrender d3 d5 تمام timely surrender of the center and a speedy recapture of the same. بيقول لك ان الاسود هنا افضل لما بياكل 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 بياكل. نيمزوفيتش شايف انه في الوضع ده الاسود افضل. انا من وجهة نظري انه طبعا النقله الجايه هتبقى اوكي يعني مثلا ماشي اوكي انت ممكن تلعب كده وتمنع الكش ديت، اوكي ماشي مفيش مشكله، بس هو ستيل برضو شايف انه الاسود هنا او في الوضعيه دي افضل، بلس ان انت كلت البدء اللي على الاف 4. يعني لو انت لعبت كده اعتقد النقله دي غلط جدا لان هو هيديك كش. هتعمل ايه؟ انت يا اما تتحرك بالملك بتاعك ممكن تغطي بالحصان، بس ستيل يعني في النهايه الحصان انت حتى لما اتحركت بالحصان بس الحصان مربوط على الملك. لو لاحظ بقى التقييم مدي الاسود افضل، فهو شايف انه في الوضعيه دي الاسود افضل، ولكن في اللاين اللي هو شرحه لنا تحديدا. لكن بشكل عام الصح ان انت ما تاخدش البيضه. اوكي اتمنى يكون الشرح واضح في النقطه دي. قبل بس ما نكمل على الحته اللي بعدها، ليه ما تاخدش البيضه دي تعتبر اهم نقطه اصلا، عشان انت ما تخسرش وقت في انك انت تنتشر بقطعك. ممكن تجري ورا البيضه تاكله، يمكن هو ما اداش مثال انت لو كلت البيضه ايه اللي ممكن يتعمل يعني، او ازاي الابيض ممكن يرد ويكسب عليك نقلات او كده، ولكن ده المفهوم العام. ما تاكلش البيضة عشان ما تضيعش وقت في الانتشار وتدي للابيض وسط اقوى وانتشار افضل. بعدين بيجي لك بقى ايه الحاج نيمزوفيتش هنا وبيقول لك كلام مهم جدا 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 لازم تفهمه. وهنا ده الفرق فعلا بين اللاعب الهاوي واللاعب المحترف او اللاعب اللي فاهم شطرنج. بيقول لك ايه acceptance of the gambit is allowable. انت ممكن تقبل الجنبيت وتاكل البيضة، ولكن بشرط. افهم هو عايز يوصل لك ايه هنا. e4 e5 f4. نيمزوفيتش بيقول لك لو هتعمل اللي انا هقول لك عليه ده، مش هتعمل ايه كنقلات كفكرة، تقدر تاخد البيضة. تاكل البيضة عادي، هيلعب لك نقلة مثلا بتكمل تطوره عادي نايت f3، هتلعب انت نايت f6. بيقول لك ان انت هنا not however ما لعبتش النايت اف 6 دي. طبعا الفكره الهدف كله ايه؟ ان انت لما هو يلعب لك النايت على الاف 6 اوعى تلعب نقله زي دي، اوعى تحاول تحمي البيدق بتاعك.
لان انت كده بتخسر الوسط وبتخسر انتشار. ده اللي عايز يوصله لك نيمزوفيتش. ما تحاولش تتمسك بالبيدق، انت اوريدي اصلا كلت بيدق خلاص. فبيقول لك ان الطبيعي مثلا في الوضع ده بعد مثلا ما هو اكل فلعب النايت، فانت تلعب النايت بتاعك هنا. not however with the idea of keeping the gambit pawn. ما تحاولش ان انت تحتفظ بالبون اللي انت اخدته، but rather to subject the strength of white's center to a severe test اللي هي الايه، الاي 5. هو هنا بنسبة كبيرة جدا اللاعب الابيض مش شرط، ولكن بنسبة كبيرة، وبعدين اصلا هو البدء بتاعه مطلوب بالحصان، فهيلعب لك مثلا النقلة دي، فانت تقدر تتحرك بالنايت بتاعك على ال h5. اوكي، or to arrive at the counter thrust، ان انت تلعب على الهجوم المضاد. ايه هو الهجوم المضاد، او ايه هو اللي عايز يوصلك نيمزوفيتش من النقله دي تحديدا؟ انه مثلا هنفترض ان اللاعب الابيض هنا لعب النايت على السي 3، وهي طبعا نقله منطقيه جدا، بيحاول يتطور. تلعب انت في الوضع ده ايه، الدي 5، تكمل سيطره على السنتر. الملخص ايه دلوقتي؟ مش لازم تلعب النقلات دي بنفس الشكل تحديدا، مش لازم تلعب الحصان هنا ولا ترجع بالحصان هنا. هو اللي عايز يوصله لك انك انت اخدت البيدق، ما تحاولش تحمل بيدق. مش ده المطلوب منك انك انت تعمله. الافضل ان انت تكمل انتشارك بالنقلات الصحيحه. وهنا نوصل لاخر جزئيه في الفصل الاول. وركز في الكلام ده عشان مهم جدا. نيمزوفيتش بيقول لك ايه؟ A center bone should always be taken if this can be done without too much danger. بيقول لك انه لو في بيدق في السنتر ممكن تاكله، بس بشرط ان ده ما يسببش اي خطر مباشر او خطر قوي عليك. وتعالى بيديك مثال، فبيقول لك الابيض بيلعب e4 e5، نايت f3 من الابيض، بيرد عليه الاسود بالنايت على السي 6، بيشوب c4 الافتتاح الايطالي، نايت f6. بعدين هنا الابيض بيلعب e3. اوكي، بغض النظر هو بيلعب الاي 3 ليه، هو بيلعب الاي 3 عشان هو عايز يلعب يخترق الوسط بالدي 4. ولكن لاحظ هنا ان انت كاسود ممكن تاكل البيدق ده، والبيدق ده مش محمي باي بيدق تاني ولا باي قطعه تانية. ولكن قبل ما تاكل البيدق ده لازم تفكر في حاجتين. اول حاجه، هل البيدق ده انا لما هاكله القطعه بتاعتي مش هتبقى مهدده بعديه اللي هو الحصان؟ لا، لانه اصلا البيدق مش محمي بحاجه. ده رقم واحد. طب رقم اتنين، افتكر ايه نيمزوفيتش قاله لنا في الحلقات السابقة، ان انت ما تحركش القطع اكتر من مرة في الافتتاح. ولكن هو هنا بيعكس الفكرة دي. ما هو دي حلاوة الشطرنج عامة، انه هو ملوش قاعدة ثابتة انت بتمشي عليها. من ضمن الفروقات بين اللاعب الهاوي واللاعب المحترف امتى تاكل البيدق وامتى ما تاكلوش. هو هنا بيقول لك ان انت بكل بساطة اجري خد البيدق ده. اوكي، لسبب مهم جدا هنعرفه دلوقتي. بيقول لك it is the ideal not the material gain with which we are here concerned. بيقول لك انه احنا دلوقتي مش مبسوطين عشان احنا خدنا بيدق. but otherwise the win of a pawn anywhere on the side of the board brings no happiness in its trade. بيقول لك لو انت مثلا لو كان في بيدق هنا وانت كلته، يعني بدأ on the side of the board على جنب، بدأ هنا مثلا، بدأ مثلا كده. اوكي، مش بيادق السنتر، مش البيادق اللي في المنطقة ديت. بيقول لك ان انت مش هتبقى مبسوط قوي او مش هتكسب كتير قوي لو انت كلت بيدق على الطرف عامة يعني. but ولكن if you gain a pawn in the middle، لو انت كسبت بيدق في المنتصف زي البيدق ده، then you really have something to brag about. انت عندك شيء تفتخر بيه. For thus you will get the possibility of expansion. انت هيبقى عندك افضلية في الانتشار at the very spot around which in the opening stages the fight usually sways. بيقولك انه النقلات المهمة بتبقى دايما بتدور حوالين السنتر في الافتتاح تحديدا، namely the center. او انه اهم شيء بالنسبة لنيمزوفيتش هو السنتر، اللي هم الاربع مربعات دول
وفيك تعتبرهم المربعات دي كلها اللي هي المربعات اللي في السنتر يعني، ولكن هو تحديدا هو حدد الاربع مربعات دول تحديدا، الاربعه دول انت عارفهم. اوكي. وبيقولك في الاخر ان احنا بالشابتر ده يعني بنكون انهينا الفصل الاول في كتاب ماي سيستم لإيرين نيمزوفيتش. اتمنى تكون بس وصلت لك الافكار، مش هقدر الخص لك كل الافكار كلها عشان ما انساش حاجه، ولكن خلينا بس نتكلم في الجزئيه بتاعه الشابتر ده تحديدا. ان انت بتاكل البيضه اللي في السنتر، لو انت هتاكله ومش هتخسر كتير، او هتكسب حتى لو هتخسر تيمبو. يعني هو بيقول لك هنا انت لو كلت البيضه ده انت ممكن تخسر شويه تيمبو عشان انت ما انتشرتش قوي. كلمة تيمبو هنا يقصد بها الإيقاع، يعني أنت إيقاعك مش أفضل شيء أو انتشارك مش أفضل شيء، ولكن أنت خدت بيدق مهم. ولكن في حالات تانية زي اللي هو شرحها في الحلقة دي، ما تاكلش البيدق عشان ما تخسرش انتشار أو ما تخسرش الإيقاع بتاعك. إن شاء الله هنكمل في الفصل التاني قريب جدا، هنبتدي في الفصل التاني اللي هو بيتكلم عن الأوبن فايلز، الأعمدة المفتوحة. وفي سلسلة تانية أنا بفكر إن شاء الله أحضر لها قريب، همشي بيها بالتوازي مع كتاب ماي سيستم لإيرين نيمزوفيتش. ان شاء الله تعجبكم، مش عايز احرقها يعني، خليها مفاجأة. وكله عشان نتقدم كلنا بمستوانا الشطرنجي يعني. واشوفكم على خير ان شاء الله الحلقة الجاية. اتمنى تكونوا استفدتوا، يا ريت تدعموني بلايك او تشتركوا في القناة. ولو كومنت حلو كده اكون شاكر لكم جدا، واشوفكم على خير ان شاء الله.